السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. كيفكم متابعاتي العزيزات؟ رجعت لكم من جديد اليوم، أنا معاكم إن شاء الله. بعد العصر اشترينا ملوخية زي ما أنتم شايفين خضرة. طبعا هاي الملوخية بدي أحكي لكم طريقتها الصح في التنظيف وفي التقطيع وفي التفريز في كل إشي. اشتريناها الصراحة مقطعة جاهزة زي ما انتم شايفين، هيك ما شاء الله خضرة مقطعة جاهزة، ما فيها اي اشي، بس فيها يعني عود مثلا اذا بدك تقيمي ورقة خضرة صفرة بتقيميها. هون زي ما انتم شايفين بنغسل فيها هيك، بدك تغسليها اول ثم وثاني ثم زي هيك. والله ما شاء الله ميتها نظيفة، يعني طلع مي نظيفة، مش انها المي وسخة، ميتها نظيفة، بس انه لازم يا اخواتي الملوخية انها تتغسل. كثير بشوف على التيوبات وعلى جروب وعلى الصفحات بيحكوا اخواتي الكريمات، واحنا بنتعلم منكم طبعا وانتم بتتعلموا مني. في اكم من وحده يعني سمعتها بتحكي والله انا بشتريها خضرة الملوخية بتشهي، ما بغسلها يعني نظيفة، يعني بفركها في ايدي او بقطعة قماش وبفرمها بفرزها بنشفها. لا، ما بصير. الملوخية بتكون معرضة طبعا، اولا مزروعة بالاغوار بجو حم نار يعني زي ما احنا بنعرف. ثانيا اكيد العمال وهم بيقطعوا فيها دعسوا عليها برجليهم بايديهم، بس طلعوها على البكمات اكيد دعسوا عليها، يعني بدهم يكونوا يمشوا فوقيها. انتوا عارفين البكمات وعارفين الخضرة وعارفين يعني كيف بتصرفوا العمال. ثالث اشي كمان يعني بحب انبه لهاي الشغلة، انه كمان لما تكون مزروعة مثلا وهي خضرة لسه ما تقطفت، يعني بيجي عليها ذبان، بويضات الذبان، اشي يعني بيمشي عليها في الليل، صرصور الليل. نحكي يعني عن جد نحكي، يعني انا ربة منزل بدي احكي لكم الصراحة، مش تحكوا لي لا والله احنا بنقطعها وبنفرزها وبسرعة ومن غير ما نغسلها. لا، بصير معاكم مغص في الامعاء، التهاب في الامعاء لا سمح الله، بكون بويضات انت ما بتشوفيها. لو تمسكي ورقة الملوخية وتقطعيها يعني او تمسكيها تمسحيها ما بتروح الا بالغسيل. بدك تحطي ملح، تحطي خل اذا بدك، اذا عندك ما عندك حطي ملح. زي ما انتم شايفين المي كيف والله بتنزل، يعني مي سودة، حتى اخذناها احنا ما شاء الله خضرة خضرة، بس المي والله تاعتها يعني الا ما تبين معاكي. زي ما انتم شايفين هيك، شايفين هيك بنغسلها، هيها مغسولة هيك وبنكبها صميتها، وهون بنحطها تتصفى زي ما انتم شايفين. هسه بنجيب شرشف نظيف طبعا بعيد عن متناول الايدي الاطفال، متناول المشي، ما ناس يمشي من عنده. اللي بدك تنشفيها بتفرديها مزبوط مزبوط عند مروحة، عند شباك، عند مجرى هواء، طبعا ما يكون حشرات، ما يكون اشي. انت ست بيت وقادرة يعني ببيتك منطقة مرتفعة، على طاولة، على طاولة سفرة، طاولة مجلة، شو ما بدك، بصدر يعني يكون اشي، بس الافضل انه شرشف يعني يكون. فبتخليها كم من يوم، يعني 3-4 ايام يعني تقريبا. لما تشوفيها نشفت بتلميها بتكون سبحان الله بتكش يعني الملوخية شوي، بتلميها بالشرشف وبتصيري تفركي فيها. بتجيبي مصفاي من عندك وجاط زي ما انتم شايفين الجاط هذا زي هيك، بتجيبيه يكون ناشف طبعا، وبتفركي الملوخية فيها وبتفرزيها اذا بدك. يعني بتحطي، في ناس بحطها بالفريزر بعد ما ينشفها طبعا وهي ناشفه، بتحكوا لي وهي ناشفه بنحطها. في ناس بخاف انها تسوس، مرات بالحمل الملوخيه، الرز، السوس، الفريك، العدس، والله بيسوس يعني اذا ما حطيتي عليه ملح وحطيتي عليه حافظات بيسوس. فالملوخيه في ناس بحفظها بالثلاجه، ناس بالفريزر. اذا عندك وساع بيكون كويس يعني افضل إلك. خليكم معي هسه بدي افرجيكم الطريقه كيف لما بدنا نفرمها وكيف لما بدنا ننشفها. خليكم معي. زي ما شايفين هون، هينا هيك فردنا الشرشف زي ما انتم شايفين. هي حاطين شرشف هون بالمطبخ احنا. هون هالمصفاية هيها صفيناها من المي مزبوط من الملوخية، بدك تحطيها هيك يعني. هيها شايفين ما شاء الله تبارك الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. اللهم ارحم والدي واجعل قبره روضة من رياض الجنة، اللهم آمين. هاي زي ما انتم شايفين ما شاء الله خضرة خضرة، بدل ما اجيبها عودان واغلب حالي واكسر ظهري وجري وايدي وانادي الجارات وانادي القرايب كلها تقطع، لا بجيبها بقطع ما شاء الله الكيلو بدينار، يعني عندنا رخيصة. يعني كيس كبير ما شاء الله يعني ب5، كل كيس ب5 بيعمل لك 3-4 طبخات واكثر، يمكن حسب يعني طبخاتك انت وكميتها. هاي اللي على الارض حاطينها بدنا ننشفها زي ما انتم شايفين. هاي بنتي بتفرد فيها هيك،
بدنا نخليها ناشفة طبعا في مكانها، ما بتتقلب يعني، بتضلها في مكانها هيك لثلاث 4 أيام. الجو صيف بتنشف بسرعة لإنها. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. زي ما انتم شايفين هيك، هاي الملوخية الناشفة طبعا بدنا ننشفها. هيا خلصت الحمد لله رب العالمين. خليكم معاي لما افرجيكم طريقة تقطيع الملوخية الخضراء. هاي الناشفة خلصنا منها. هون متابعاتي، هاي رجعت لكم زي ما انتم شايفين. هاي الملوخية هيك الخضراء هاي شايفينها اللي بالصدر، شايفين العروق هاي اللي زي هيك. طبعا هاي ما بتنفرم، هاي اللي زي هيك العروق هاي بدنا نقيمها، يعني ما رح تتغلبي معاك، بتصادفك عرق عرقين يعني 3 بتقيميهن عادي. ورقة صفرة صادفتك بتقيميها، عرفتي؟ زي هيك مثلا حشائش بتكون بتقيميها. ورقة صفرة زي هيك يعني اشي، يعني ما اشي ما بدك اياه انتي بتشوفيه قبل ما تفرميها بتلقطي بسرعة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. هسه يا اخواتي العزيزات موسمها يعني الملوخيه. هسه اذا ما قطعتي بالشهر هذا، الشهر الجاي خلص بتصير عصفار، بتخرب، بتدبل. يعني لازم هسه احنا شايفين ما شاء الله خضارها كيف زي النعناع. ما بجيب لي والله ملوخيه وعيدان واقعد اقطع واغلب حالي فيها يعني، ونظفتها وبتوسخ الدنيا الصراحه. يعني مش على إلا اشي، يعني الواحد والله تعبان. الايامات يعني اللي بتيجي مش زي اللي راحت. كنا اول اهالينا وامهاتنا واحنا والله يعني كنا يعني كمان يجيبوا لنا والله في البكمات. الوالد رحمه الله عليه يجيب لنا والله ينزل لنا بكم كامله نقعد نقطع فيها السور والنادي هالجارات وهالشاي والقهوه وهالسهره. بس خلص الواحد يعني بتعب وبمل الصراحه. وهسه صارت علينا التزامات وصارت شغلات، يعني الواحد مش ما بيقدر زي اول. شايفين هاي الفرامه اللي هون انتم شايفينها؟ هسه هون انا زي ما انتم شايفين حطيتها بصدر زي هيك. اللي بشوفه بصادفه وانا بفرم، العود اللي بصادفه بقيمه. شفتي؟ هاي زي ما انتم شايفين هيك. هاي شايفين كيف؟ ضل افرم زي هيك فيها يعني لما تنعم. في ناس بحبها خشنه، في ناس بحبها ناعمه، في ناس بحبها يعني ورق بطبخها. احنا لا والله الملوخيه يعني على اصولها احنا بنحبها يعني. الناس اذواق زي ما بيحكوا، بنحبها ناشفه وخضراء. يعني الخضراء زاكي بالشتاء والناشفه زاكي بالشتاء، يعني زاكي تحطي هالليمون وهالمخللات يعني تعملي شغلات معاها. والله الحمد لله يعني خيرات رب العالمين. اللهم ديمها نعمه يعني يا رب وكثرها علينا وعليكم يا متابعاتي. ولا تنسوني امانه عليكم من اللايك واشتركوا بقناتي. يعني انا والله كل ما اشوف قناه صراحه بشترك فيها، يعني بعرفها ولا ما بعرفها والله بحط اشتراك، بطجها الاشتراك وبحطه. حطوا لي اشتراك، خلينا هيك عيلتنا تكبر مع بعض ونصير اخوات ان شاء الله يا رب. اننا بنجتمع هيك عند الكعبه انا وياكم يا رب. دعوه مستجاب الغروب. هسه والله روحت من دوامي زي ما حكيت لكم، ووصلتني امي على ملوخيه وجبنا لها اياها. يعني قلت خليني اجي، يعني هاد خطفه اجر ما بدي اطول، يعني ساعتين زمان هسه بمرق جوزي علي وبروح. بس خليني افرمها، يعني ما في حدا بيعاونها. يعني قلت خليني اضبط لها الملوخيه، اعمل لها كمان طبخه والباقي بدها تنشفه. يعني ما شاء الله جبنا لنا حوالي 8 كيلو، يعني مش انه قليل. 8 كيلو جبنا، يعني فيها بركه. خلي يبين. شايفين كيف؟ هيها ما شاء الله هيك يعني بتكون ما احلاها خضرة. يعني هيا شفتي الصدر كان معبى، بس تفرميها سبحان الله بتقل، بترد تقل معاكي. خليكم معي لشوي. تعالي مفروم. رجعت لكم متابعاتي العزيزات. زي ما انتم شايفين هيك هون فرمت الملوخية. شايفين كيف ناعمة ناعمة زي ما بدكم انتم، زي ما يعني كل المتابعين بحبوا انها تكون. يعني ضليت يمكن حوالي ربع ساعة وأنا بفرم فيها. بدك تزبطيها تفرميها من كل جهة، عرق الأخضر بتقيميه، أي شغلة بينها طبعا بدك تقيميها زي ما انتم شايفين. خليكم معي أفرجيكم كيف بنحطها بأكياس التفريز. شايفين كيف هيك زي ما انتم شايفين هيك.
شايفين كيف؟ يعني حطي ايدك بكيس هيك عشان ما توسخي حالك. هي هيك، شايفين كيف متابعاتي؟ كيف الملوخية هيك بتكون. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. والله واضح شيء. شايفين متابعاتي كيف؟ هيك بتصير يعني انها بتحطيها هسه بالفريزر، وبس بدك يعني تطبخيها بتطولي كل مرة بتطولي لك كيس، بتطولي لك شغلة. يعني زي ما حكيت لكم برجع بعيد وبزيد، الملوخية بتجيبوها لو كانت بتلمع لازم يا اخواتي تغسلنها، لازم يعني تفركوها منيح في ايديكم الثنتين، العرق الاصفر، العرق الاسود، الخيوط، الاعشاب، اي اشي حواليها وفيها بدكم تقيموه كلياته، بدكم تقيموه يعني زي ما حكيت لكم هيك. هاي شايفين كيف؟ هاي ما شاء الله كيف خضرة خضرة وناعمة بهيها بكيس. بدكم تغلقوا هيك الكيس يعني مزبوط زي ما انتم شايفين هيك، تحطوا بالفريزر فوق بعض. انت ما بدك، اذا شفتي مثلا طبخه كثير بتقسميها نصين، اذا بدك تزيدي خضره وناشفه بصير تعملي، بس لازم انك تغسليها وتنشفيها وتظبطيها هيك. يعني بنكون خلصنا الملوخيه الناشفه. طبعا ما بقدر اصور لكم هسه كيف يعني طريقه تنشيفها، حكيت لكم تنحط على شرشف، وبعد الشرشف بتجيبي صينيه كبيره او جاط او اي اشي عندك ومصفاي بتصيروا تفركي فيها، واللي بنزل من تحت كله بتضبيه، تمسكيها في المصفاي زي ما حكيت وبتصفيها مزبوط وبتنخليها. هون زي ما انتم شايفين هيك صارت عندي الملوخية جاهزة، وهاي اللي على الارض زي ما انتم شايفين ان شاء الله بدي اياها اني ان شاء الله اني ابي البسها، يعني بدها 4-5 ايام تتنشف مزبوط عشان افركها زي ما حكيت لكم. بتنحفظ في علبة، كيس بالثلاجة بمكان يعني هيك ما يكون حم مشان انها تزبط. ولا تنسوني الله يسعدكم من اللايك والاشتراك. وهسه بودعكم بدنا نروح نصلي صلاة المغرب ان شاء الله. الله يعطيكم الف عافية.